بما انك دخلت الفيديو ده فانت اكيد بتعاني من التفكير الزايد او الاوفر ثينكينج زيي. طبعا كل الناس بتقول لك ان هو عيوب بس وملوش اي ميزه، بس دي حاجه غلط خالص وهثبت لك دلوقتي. لان هو صحيح ليه عيوب كتير، بس هو ليه ميزه واحده انت لو عرفتها حرفيا هتغير لك حياتك، وممكن يعني تبقى مفيده ليك بدرجه لا توصف حرفيا. احنا هنبدا بشرح العيبين الاول اللي في التفكير الزائد، وبعدين هقول لك ازاي تطلع منهم الميزه اللي محدش قال لك عليها. بس في سؤال في دماغك دلوقتي، يا ترى ايه اللي يخليك تثق فيا اساسا؟ يعني انت مين يعني؟ هقول لك انك لازم تثق فيا عشان انا واحد بيعاني من الامر ده بشده جدا، وكمان حصل تطورات فيه. يعني يا ريتني بفكر زائد وخلاص، لا ده اوقات ممكن ابقى قاعد كده مثلا نايم مثلا مره واحده الاقيني مزعل نفسي، فاهمني؟ بقى خلاص عدت مني يعني تفكير زائد وكلام بكلم نفسي، اللي هم بيسموها نظريه جوزيكا دي. بس انا بصراحه مش معترف بنظريه جوزيكا دي، حاسسها اللي هو هبدايه يعني عادي كده من الغرب، فاهمني؟ هبدايه. خلينا نبدا على طول بقى. فاول عيب بالنسبه لي في التفكير الزائد هو عيب يعني مشهور جدا، وان هو بيوترك وبيخلي دماغك مش عارفه تركز، وان انت بيجيلك 500,000 فكره في الثانيه الواحده، فانت دماغك بتوجعك، بتبقى عايز ترتاح نفسيا عصبيا كل حاجه. اوقات لما مثلا حد يجي يكلمك من بره بتبقى اصلا متضايق مش عايز تكلمه، عندك تعب، عندك ارق، بتتعصب بسرعه. دي كلها انا قلت لك 500 عيب دلوقتي من التفكير الزائد. طبعا بالنسبه لي انك لو ما تعرفش تتعصب بسرعه ديت، فانت لازم يعني تمسك نفسك باي طريقه، عشان حرفيا انت بتفكر في حاجات كتير. حد يجي يقول لك مثلا ايه، تعالى يا يوسف مثلا اعمل كذا كذا او مش عارف ايه، فانت هتروح متعصب. انت يا عم سيبني في حالي بقى، اللي فاهم كفيني، فاهمني؟ فده بقى ما ينفعش خالص بصراحه. تعالى بقى اقول لك الميزه اللي انا عرفت اطلعها من التفكير الزائد بصراحه. اصلا كده كده ايه، كلها حاجات وحشه، سلبيات سلبيات سلبيات، فانت طلع ميزه. الحمد لله عرفت تطلع ميزه جباره بصراحه، ويعني اريدك تسمعها وتتلقنها بامعاء، اللي هو بحسن نيه، يعني اللي هو بتركيز يعني وكده. الميزه ديت انا لسه كاتبها هنا دلوقتي، لسه مطلعها. هي عندي انا كنت بعمل بيها من زمان قوي، بس لسه ايه كاتبها عشان اعرف ايه اجيبها لك. وهي انك تعرف تستلقط الافكار من دماغك. هتقول لي ازاي؟ ده تفكير زائد و500 فكره بتمسك وبتاع. اهي دي، لو انت عندك واحده زي ديت فانت حرفيا معاك كنز. لو انت مش عارف هي مقلوبه، او انت لو معاك واحده زي ديت انت معاك كنز. انت مجرد ما يعني حاجه جت في دماغك تكتب على طول، بالذات لو انت بتفكر مثلا في شغل، في حاجات مهمه زي دي، فانت كده يعني عامل حاجه جامده جدا بصراحه. انت يعني عندك ميزه انت ما تعرفهاش اساسا. انت فاكر انها عيب بس وبتاع وتوتر وقلق ومش عارف ايه، انت عندك ميزه جباره. التفكير الزائد في الحوار ده يبقى جامد، انك تمسك اي نوته اول ما يجيلك الفكره في دماغك، اي فكره عشوائيه اكتب، فاهم؟ يعني هوريك حاجه دلوقتي بالاثبات اهو، ان انا ايه، بص اهو حاجات زي كده. اي فكره بتيجي في دماغي بكتبها على طول في الايه، البتاع دي، عشان اعرف انفذها. اي فكره فيديو، فكره حاجه هبله، حاجه اغنيه عايز اكتبها بتاع كده، فاهمني؟ اي حاجه بتيجي في دماغي بعرف اكتبها هنا على طول، عشان اعرف اطلع منها حاجه مفيده. يمكن مين فاهم، مين عارف يعني. فاتمنى الميزه دي تكون عجبتك وفادتك، عشان اعتقد هتفيدك جامد. يعني انت لو عملت بيها انت مش محتاج حاجه تانية حرفيا. انت في ايدك سلاح ذو حدين، صحيح ان هو قلق وتوتر وعصبيه، بس انت معاك حاجه جباره. وطبعا مش لازم يعني ورق بس، ممكن عادي بنوتة على الموبايل، على الواتس، فاهم؟ لو انت بتراسل نفسك كده، زي برضه اوقات باجي اراسل نفسي يعني الو عامل ايه يا يوسف، فاهم كده؟ براسل نفسي بس عادي يعني. فالمهم بقى ان انت كده قربنا نخلص يعني خالص، واتمنى تكون عجبتك الميزه ديت او العيب دوت. فكل حاجه معاك فله، واتمنى تدوس لايك وتشترك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت جامده جدا بصراحه. اقسم بالله العظيم الفيديوهين اللي فاتوا ما ترشحوش من اليوتيوب ان شاء الله يرشح ده بقى، اصلا مش كله حاجه كده، فاهمني؟ لازم يرشح حاجه، فان شاء الله يرشحهم. ودوس لايك واشتراك على الفيديو دوت، واشوفك الفيديو الجاي.